تخيل إنك قاعد دلوقتي مستني اليوتيوب يرضى عنك وتجمع ال4000 ساعة وال1000 مشترك عشان تبدأ تشوف أول دولار في حسابك. وفي نفس الوقت في شخص تاني قناته لسه صغيرة جدا، يمكن ما كملتش 500 مشترك، وبيعمل محتوى بسيط بس بيقدر يدخل في جيبه 200 دولار في أسبوعين بس. أنا مش جاي أحكي لك قصص خيالية ولا جاي أبيع لك وهم. أنا جاي أقول لك إن شروط اليوتيوب دي مجرد بوابة واحدة للربح، لكن في أبواب تانية خلفية محدش بيتكلم عنها، أبواب بتدخل فلوس أسرع وأكتر بكتير من إعلانات أدسنس اللي بتطلع لك سنتات. السر كله في حركة بسيطة جدا، لو عملتها في قناتك النهاردة حياتك على اليوتيوب هتتغير 180 درجة، وهتكتشف إن 90% من الفيديوهات اللي بتشوفها لليوتيوبرز الكبار والصغيرين ماشية بالاستراتيجية دي. النهاردة هكشف لك المستور، وهقول لك إزاي أنا شخصياً وبالقناة دي اللي لسه بتكبر بيكم قدرت أعمل 200 دولار وأنا لسه ما حققتش الشروط. والأهم من كل ده إني جايب لك هدية في آخر الفيديو هتخليك تبدأ تطبق الكلام ده فوراً. يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ومختلف تماما. الفيديو ده بالذات أنا بعتبره أهم فيديو نزل على القناة لحد دلوقتي، لأنه هيغير نظرتك لمجال الربح من اليوتيوب بالكامل. قبل ما ندخل في التفاصيل ونكشف الأسرار، وكالعادة نبدأ كلامنا بأعظم حاجة ممكن نبدأ بيها. عايزك تعطر فمك وتصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو لسه ما اشتركتش في القناة فصدقني انت فايتك كنز، لأننا هنا مش بس بنشرح مواقع، احنا بنشارك تجارب حقيقية وبنساعد بعض نكبر. فانزل حالا اشترك وفعل الجرس عشان تكون وسط عيلتنا، وما تنساش تدعمني بلايك لأنه بيفرق جدا في وصول الفيديو لغيرك. ندخل بقى في الموضوع بصراحة تامة. ناس كتير بتيأس وتسيب اليوتيوب بسبب شرط ال4000 ساعة، وبيحسوا ان الطريق طويل ومستحيل. بس الحقيقي اللي محدش بيقولها لك ان القنوات، وبالذات قنوات الشروحات والربح والتقنية وحتى مجالات تانية كتير، مش بتعتمد في دخلها الأساسي على مشاهدات اليوتيوب. السر اللي خلاني أكسب 200 دولار في أسبوعين بس والقناة لسه في بدايتها هو الإعلانات المباشرة. أيوة زي ما سمعت، الرعايات أو السبونسر. شركات ومواقع وتطبيقات بتدور كل يوم على قنوات، ومش شرط تكون قنوات مليونية. بالعكس، هم بقوا بيدوروا على القنوات الصغيرة والمتوسطة، لأن جمهورها بيكون حقيقي ومتفاعل أكتر، وسعر الإعلان فيها بيكون أوفر ليهم بكتير من القنوات العملاقة. طيب، إزاي أنت كيوتيوبر مبتدئ لسه عندك 500 أو 600 مشترك يجيلك إعلانات؟ الموضوع أبسط مما تتخيل، وده اللي أنا عملته بالضبط. الخطوة السحرية هي إنك لازم تفتح طريق للتواصل. أنا كل اللي عملته إني عملت حساب تليجرام مخصص للتواصل التجاري، وحطيت اللينك بتاعه ومعاه بريد إلكتروني احترافي في وصف القناة في خانة الأباوت أو اللمحة، وكمان بقيت بحطهم في وصف كل فيديو بنزله. بمجرد ما عملت كده واستمريت في تنزيل محتوى جيد، بدأت المفاجآت. لقيت ناس بتبعت لي: السلام عليكم، محتاجين إعلان للموقع الفلاني، أو عايزين شرح للتطبيق العلاني. دول بيكونوا وكلاء إعلانات أو أصحاب مشاريع وبيدوروا عليك، بس هم مش هيعرفوا يوصلوا لك لو أنت مش سايب وسيلة تواصل سهلة وواضحة. عشان أكون شفاف معاكم لأبعد حد وده عالد بيكم، الفلوس اللي دخلت لي دي كانت عبارة عن إيه؟ في خلال الأسبوعين اللي فاتوا تواصلت معايا 3 منصات مختلفة. المنصة الأولى اتفقت معايا على فيديو مقابل 30 دولار، عملته ونزلته وقبضت فلوسي. بعدها بأيام منصة تانية كلمتني وكان العرض ب50 دولار. والمفاجأة الأكبر كانت المنصة الثالثة اللي اتفقت معايا على فيديوهين مقابل 100 دولار. يعني المجموع حوالي 180 ل 200 دولار في وقت قياسي، والقناة لسه غير مفعلة عند اليوتيوب. ولو رجعتوا للفيديوهات دي في القناة هتلاقوني بقول في آخر الفيديو بكل أمانة: الفيديو ده إعلان، لأني لازم أكون صادق معاكم، وده اللي بيخلي المعلن يثق فيا وبيخليكم انتوا كمان تثقوا فيا، لأني مش بخبي عليكم حاجة. أنا عايزك تفهم إن ده هو أكل عيش اليوتيوبرز الحقيقي. أغلبية الفيديوهات اللي بتقابلك سواء بتتكلم عن منصات تداول، مواقع ربح، أو حتى منتجات، بتكون إعلانات مدفوعة. وده مش عيب، ده بيزنس، وإنت كصانع محتوى من حقك تستفيد من مجهودك. طبعا في طرق تانية للربح من القناة، زي التسويق بالعمولة، إنك تشرح موقع وتحط رابط الإحالة بتاعك والناس تسجل منه فتكسب نسب، أو تبيع منتج. الطرق دي موجودة وممتازة، بس الأمانة أنا في القناة دي لحد اللحظة دي مكسبي الوحيد والكبير كان من الإعلانات المباشرة اللي حكيت لكم عليها. عشان كده ركزت عليها النهاردة، لأنها أسرع سيولة نقدية ممكن تمسكها في إيدك. طيب، أنا سامع حد بيقول لي: أنا قناتي لسه صغيرة ومحدش بيكلمني، أعمل إيه؟ أنا مش هسيبك تايه. أنا قررت أساعدكم بشكل عملي مش بس بالكلام.
فاكرين وكيل الإعلانات اللي كلمني وجاب لي شغل من الشركات اللي عملت لها الإعلانات دي؟ أنا استأذنته إني أشارك وسيلة التواصل معاه ليكم. الراجل ده شغال وسيط بيجيب إعلانات للقنوات. أنا هسيب لك رابط التواصل معاه في الوصف أو في أول تعليق مثبت. كل اللي عليك إنك تدخل تكلمه بأسلوب محترم وتبعت له لينك قناتك وتقول له إنك مستعد تعمل إعلانات ومراجعات. لو قناتك محتواها مقبول وفيها تفاعل حتى لو بسيط، هو هيقول لك لو في حملات إعلانية متاحة تناسبك. دي مساعدة مني ليكم عشان تكسروا حاجز الخوف وتبدأوا تعملوا أول دولارات ليكم وتشتروا معدات وتطوروا قناتكم. الفيديو ده كان رسالة أمل لكل واحد عنده قناة وفقد الشغف، أو كل واحد فاكر إن الموضوع مستحيل. لا، مش مستحيل، أنت بس محتاج تعرف قواعد اللعبة صح. خليك ذكي، اهتم بمحتواك، وافتح بيبان التواصل والرزق هيجيلك لحد عندك. وطبعا لو أنت مش يوتيوبر وبتشوفني دلوقتي فمكانك برضو محفوظ. القناة مليانة شروحات لمواقع وطرق ربح تانية كتير للمبتدئين بدون إنشاء محتوى، والفترة الجاية محضر لكم شروحات أقوى وأقوى في مجالات مختلفة. في النهاية أنا بجد فخور بكل واحد فيكم وفخور إننا بنكبر سوا. ال200 دولار اللي كسبتهم دول انتم السبب فيهم بعد ربنا، وعشان كده المسابقات اللي بنعملها دي أقل حاجة أقدمها ليكم. ما تنسوش تشتركوا في مسابقة الفيديو اللي فات، وخليكم متابعين التليجرام دايما لأن عليه بنزل حاجات حصرية. شكرا ليكم على وقتكم ودعمكم، ويا رب أشوفكم كلكم ناجحين ومحققين أضعاف اللي بتتمنوه. ما تنسوش الصلاة على الحبيب، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.